ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن تاريخ نوع كلب غني عن التعريف وحبيب ناس كتير جدا، وهو الماستيف الإيطالي أو الكاني كورسو. الكورسو كلب إيطالي قديم جدا، والحقيقة إن تاريخ السلالة بيرجع للإمبراطورية الرومانية أو أقدم من كده كمان. كان بيتم استخدامه في الحروب والصيد والحراسة من الحيوانات المفترسة، وعشان كده كورسو كلب شجاع بغشامة ومش بيخاف من حاجة، وكمان من أقوى الكلاب في العالم جسديا. بسبب استخدامه ككلب صيد لآلاف السنين، ما زال الكورسو إلى يومنا الحاضر غريزة الصيد عنده عالية جدا، وعشان كده لا يصلح إنه يبقى كلب راعي. بعد تحليل الحمض النووي للكورسو، لقوا إن سلالته بتنحدر من سلالة الماستيف اليونانية المنقرضة، واللي تم تهجينها مع سلالة كلاب حرب إنجليزية منقرضة كمان، ولكنها كانت شرسة جدا. سلالة الكورسو موجودة دلوقتي بتتميز طبعها الهادي، واللي مش بيهاجم إلا وقت اللزوم، وإذا تم تدريبه وتنشئته بشكل صحيح بيقدر يبقى كلب عيلة ممتاز، وخاصة مع الأطفال. أميز حاجة في سلالة الكورسو الأصلية إن دايما لون العين بيبقى زي لون الجلد، وده أكبر علامة على نقاء السلالة. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب. سلام.